السلام عليكم اخوتي الكريمات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اولا نبداو بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم اخوتي الكريمات غادي نقدم لكم فكره اقتراح لمائده الفطور. غادي نبداو على بركه الله في المقادير. هنا عندنا البنات غادي نحضروا الحشوه هي الاولى اللي غادي نحتاج لها واحد جوج جزرات محكوكات، وهنا بصله بيضاء يعني مقطعه مربعات صغيره، واحد الفلفله كبيره مقطعه حتى هي مربعات صغيره. غادي نضيفو هنا الملح حسب الذوق، وغادي نضيف شويه الفلفل الاسود، نصف ملعقه صغيره تكون عامره ديال السكينجبير. وغادي نضيف هنا الفلفل الاحمر الحلو، نصف ملعقه صغيره تكون عامره. وغادي نضيف هنا ثوم بودره، ضفت بحال راس معلقه صغير تكون شويه عامره. وهنايا البصله بودره حتى هي غادي نضيف راس معلقه صغير، ثم تيعطيو مذاق اللي زوين البنات. غادي نضيف توابل الشاورما ضروريين الاخوات تيعطيو واحد البنه رائعه. هنا تنوريكم غير التوابل، يعني راه توابل الشاورما هادو كنت شاريه 5 دراهم هي باش غادي يعني نموفي راسي في هذا الشهر. درت معلقه صغيره تكون عامره، هذه ضفت غير شويه ما تعطي واحد المذاق رائع. هاد الفطائر اللي غادي نشاركهم معاكم. غادي نضيف هنا الزيت نباتيه تقريبا 2 معالق كبار عامرين. بالنسبه للملونه البنات راه غادي نضيفو من بعد. صافي غادي نخلط المكونات كاملين حتى ينسجموا مع داك التوابل. غادي نحطهم على نار تكون مهيله. وهنا غادي نحتاج الكميه من صدر الدجاج. بالنسبه للبنات كميه على حساب المتوفر كان عندك في المنزل، يعني استعملي اللي متوفر عندك. ما كانش شري 10 دراهم ديال صدر الدجاج. هنا غادي نقطعها مربعات صغيره. غادي نقطع الكميه معكم. ودائما تنقول لكم تيبقى لكم على حساب عدد افراد الاسره. بالنسبه للكميه هنا غادي ندير انا 8 الفطائر. هادو هما الفطائر الكبيره. غادي نوريكم مني غادي نطيبوا الحشوه. غادي نحتاج كذلك الربيع. هنا قطع الدجاج الكميه اللي كان عندي هنايا تقريبا معلقه كبيره ديال الربيع. غادي نضيف كميه ديال الدجاج اللي قطعت من بعد ما بدات تتشحر داك العناصر الاولى. صافي غادي نضيفو الدجاج، وغادي نضيف نصف الكميه ديال الربيع، والبقيه الاخير وعدا نضيفها. صافي غادي نحرك الكل حتى ينسجموا. ضروري من التحريك حتى ينسجموا مع الدجاج. صافي غادي نبقى نحرك حتى داك الدجاج يتشرب حتى هو تتبيله. وغادي نغطيها ونخليه على نار مهيله حتى غادي يطيب الكل. هنا الا لاحظتوا راه طاب كلشي. غادي نضيف ليه هنا 2 فرماجات مثلثين. هنا اختياري بالنسبه للفرماج، اختياري كان عندك هذا الفرماج اولا الفرماج موتزاريلا او نوع اي نوع عندك في الدار استعملي، ما كانش عندك بلا ما تستعمل. صافي غادي نضيف الفرماجات الثانيه كذلك، وغادي نحرك الكل حتى ينسجموا مع الحشوه كامله. هنا راه باقا مشعله النار اخواتي الكريمات. صافي هنا غادي نطفي النار بالكل، وغادي نخلي الحشوه حتى تبرد.
صافي هنايا بالنسبة جبت هنا خبز ديال الطاكوس اللي غادي نستعمل. هنا راه عندي 8. صافي البنات حطيتهم بهذا الشكل. غادي نجيب واحد الفرماجه مثلثه سمحوا لي، وغادي نقسمها لقطع صغيره تنبقاو في اطار الاقتصاد. صافي غادي نقطعها مربعات صغيره وغادي ندهن بها غير النص، يعني هذا الخبز بهذا الشكل. الا ما كانش عندك الفرماج فما تحتاجيش تدهنيها، يعني احنا راه استعملنا الفرماج في الحشوه، يعني هنا غير اختياري. صافي غادي ندهن الكل بهذه الطريقه. هاد الطريقه البنات ساهله وجات مبسطه. وبالنسبه لهذا الخبز رانا تندير الجهه الحمراء هي اللي في الاعلى، باش مني نحط فيها الحشوه تتكون هي طيبه، تتبقى الجهه البيضاء هي اللي غادي نطيبو على النار. وغادي نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالها بواحد الشكل. صافي هنا دهنت بالفرماج. غادي نجيب كميه من الحشوه وغادي نبدا نحط. بالنسبه للحشوه رانا قسمتها البنات باش تجي متساويه على عدد الفطائر اللي عندي. هاد الخبز اللي عندي يعني قسمت على العدد ديالهم. صافي تنحطها غير في النصف اللي دهنته بالفرماج. وسامحوا لي على الازعاج لانني تنسجل لكم في البالكو، يعني غادي تسمعوا الهضره اللي في الشارع. تنحط الحشوه غير في النصف. البلاصه اللي دهنتها بالفرماج هي اللي تنحط فيها الحشوه. صافي تنسرحها. تنحاول نخلي الجانب، يعني ماشي تنجيب الجوانب باش ما تخرجش ليا. الطريقه البنات مبسطه جدا والفيديو راه شارح نفسه. صافي الاخوات هنا غادي نحتاج الفرماج هذا المربع. غادي نحتاج يعني كل وحده غادي نقسمها على 3 باش يعني من اجل الاقتصاد. وصافي البنات راه ما كاينش كميه عندي بزاف، اللي كان متوفر في المنزل هو اللي استعمل. صافي قطعتهم وبديت نسد على الفطائر على النصف الثاني بهذا الشكل. راه جد سهله وسريعه البنات، هانتوما راه لاحظتوا الطريقه مبسطه جدا. غادي نكمل الكميه اللي باقيه عندي كامله ديال الفطائر، عاد نوريكم كيفاش نطيبوها. صافي هنا احتاجيت البنات واحد، انا درت 2 مقلات وفي الكاميرا وريتكم غير مقله حيت كاينه مقله من الجهه الثانيه. صافي تندهنها بشويه ديال الزبده من بعد ما سخنات، وتنحط مباشره الفطيره فيها. هنا استعملت 2 مقلات باش يعني الوقت هنايا ما ناخذش الوقت كثير. صافي تجيبي واحد السباتيلا وتبداي تضغطي اولا تضغطي باليد ديالك، تتبقاي حداها البنات باش ما تحرقش لك. صافي غير تحسي بها سخنت تتقلبيها للجهه الثانيه باش تشوفيها واش تحمرات.
صافي دابا غادا نقلبها البنات باش نشوفها واش تحمرات. ها هي بدات تتحمر، حيت هذه هي الاولى حتى تعرفوا المقله باش تتكون في الاول ما تتكونش سخونه مزيان، من بعد صافي تتسخن تتولي تحمر بسرعه، يعني تتولي حاضيه تحطيه مع الفطائر. وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش مني تحمروا مزيان، مني سخنت المقله مزيان. هانتوما الاخوات مني بدات تتحمر، وفي الجهه الاخرى كذلك كاينه فطيره اللي لاحظتوا راه كاينه الجهه الاخرى كذلك هنايا بدات تحمر. يعني تنقلب بسرعه وتنضغط بهذه السباتيلا تتساعد حتى هي بالزربه تحمر. ومره مره مني تنهز الفطيره تندهن شويه بالزبده حتى غادي نكمل الكميه كامله. هاد الفطائر البنات تجي رائعه ولذيذه. ما تنسونيش البنات من الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب. الا لاحظتوا واخا تنات ليا راه الحشوه ما خرجاتش. صافي البنات غادي نوريكم الطبق النهائي. هذا هو الشكل ديال الفطائر تيجيو رائعين الاخوات، يعني غير جربوهم ساهلين وبساط ورائعين. هنا قدمت معاهم واحد التحليه اللي غادي ان شاء الله نقدمها معكم في فيديو اخر لان جاني الفيديو طويل هنا. ما تنسونيش من الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اعانكم الله في فيديو اخر.